مرحبا، معكم روان. كيفكم يا احلى وردات؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تتابعوا فيديو اليوم رجعت لكم فيديو جديد، واخيرا ليس اخرا. اوكي I am back. اوكي اليوم الفيديو مثل ما قريتوا بالعنوان تنسيقات ملابس لعام 2023. اوكي صار لي زمان كثير ماني مصورة فيديو يوتيوب، وحاس انه او ماي جاد انه انا ليش غبت عنكم، بس عن جد انتم بتعرفوا كانت فترة اختبارات وهيك، ولازم اني اغيب حتى ادرس منيح ادح. anyways ان شاء الله انا رجعت لكم، روان رجعت لكم، انتظروني فيديوهات حلوة ان شاء الله. يعني المهم بعرف انه طولت عليكم، بس قبل ما نبلش حطوا لايك، اشتركوا بالقناة هلا، لانه عن جد هاي الفترة حسابي قناتي ضعفت كتير، فاشتركوا بالقناة، سووا شير لاصدقائكم، وكمان تابعوني على التيك توك والسناب شات والانستغرام، الروابط موجودة بالديسكريبشن بوكس. ويلا نبلش الفيديو، ليتس جو. طبعا اوكي جايز، مثل انتم بتعرفوا انه الفيديو رح يكون تنسيقات، ان شاء الله رح تستفادوا منه ورح استمتع انا وعم صوره، وانتم كمان ان شاء الله رح تستمتعوا وانتم عم تشوفوا الفيديو. طبعا تنسيقات ملابس، بس انا على فكرة ماني منسقة ولا لوك ابدا، فرح اختار معكم كل شيء. اليوم رتبت خزانتي وجيت لحتى اصور هذا الفيديو واختار معكم ونستفاد سوا. فيلا خلونا نبلش، ليتس جو. ماما ما عندي تياب، دائما بقول لماما ما عندي تياب ليكو. هي جايز اوكي، طبعا حاليا جيت لافرجيكم هيك الخزانة، وهلا رح اختار معكم اغراض، فخلونا نبلش. طبعا اوكي حبايبي، بما انه نحن حاليا بفصل الشتاء، فرح تلاحظوا انه خزانتي كلها عبارة عن هوديز، وحتى الاوتفيت رح تلاحظوا انه اغلبه اوتفيت هوديز وهي الاشياء. يس اوكي جايز، حاليا اخترت اول اوتفيت، فرح اروح والبسه وافرجيكم اياه ونقيمه من 10 سويا. يلا رح اروح البسه وبرجع لكم. اوكي جايز، اول اوتفيت مثل ما انتم شايفين عباره عن هوديز. قلت لكم رح تلاحظوا انه اغلب عباره عن هوديز، لانه اخر فتره كثير اشتريت هوديز وهي الاشياء اللي بتجنن، وكمان يعني نحن حاليا بفصل الشتاء. شوفوا شو رايكم؟ اخترت مع الجينز الابيض شنطاي بيضة، الحجاب الابيض، وهذا الشوز نفس الوان الهوديز. كتبوا لي رأيكم، كم بتقيموا أول أوتفيت من 10؟ بحبكم. يلا نروح ننتقل للأوتفيت الثاني. اوكي حبايبي، حاليا صرت جاهزة ولبست الاوتفيت يلي بعده. قبل ما اورجيكم الاوتفيت حابة اعطيكم نصيحة كنحن للبنات المحجبات يلي بيتابعوني. نحن كبنات محجبات لازم نكون لابسين لبس كتير حلو، يعني هيك انه يكون راقي، فحتى يكون راقي وارقى وكتير حلو وهيك يعني برستيج وهيك، لازم تكون لون الحجاب على لون القمطة اللي هي هاي. طبعا لازم يكون نفس الشيء او قريبين من هاي تدرجات لون الحجاب، لانه بيطلع احلى ارتب وهيك. طبعا انا كنت اغلط هاي الغلطة والبس قمطة بيضة على كل الوان الحجابات، وغلط كتير كبير. لما صرت البس على لون الحجاب لاحظت فرق كتير كبير، انه حتى انعكاس اللي جاي على الوجه بيطلع اخف. يعني انا لون عيوني خضرة، لما البس هذا الحجاب بالعادة مع قمطة بيضة بصير وشي اسود وبتصير عيوني سود، يعني بينعكس اللون عليهم. ليكو حاليا مثل ما انتم شايفين انه بشرتي لساتها مبينة بيضة وعيوني لساتهم مبينين خضر، فحرفيا بتلاقوا احلى وارتب حتى للاوتفيت وهيك. فكنصيحة مني خليكم عم تلبسوا لون القمطة نفس لون الحجاب. حاليا صار لازم اورجيكم الاوتفيت، طبعا نفس الشنطة بس غيرت الاشياء الباقية، لبست مع جينز مع هذا الشوز، مع هذا الشوز الابيض. اوكي حبايب قلبي، الاوتفيت يلي بعده هذا الجاكيت انا كتير بحبه، كتير كتير، يعني عليه حرف الار. فحاليا رح فرجيكم لبسته مع حجاب ابيض ونفس الجينز اللي كنت لابسته، لانه كتير لابق معه، يعني الوان لابقه مع بعض، ابيض وابيض وجينز وهيك.
يس كتبوا لي رأيكم، قيموا لي كل اوتفيت انا عم بلبسه من 10، كتبوا لي رقم 1 و2 و3 هيك عرفتوا، واكتبوا كم بتقيموه من 10. اوكي حبايبي، طبعا هذا هو اخر اوتفيت لليوم. ان شاء الله يكونوا عجبوكم الاوتفيتات. كتبوا لي بالكومنتات شو رايكم فيهم، وكتبوا لي اي واحد اكثر شيء عجبكم. طبعا المكياج كتبوا لي رايكم بالميك اب، اختي انا سويت لي اياه. طبعا هذا الاوتفيت كتير شتوي، بس كتبوا لي رايكم، كتير حبيته يعني كول، كتير كول. فكتبوا لي رايكم كم بتقيموه من 10، شو رايكم في اللوكات كلياتهم يس. اوكي جايز، طبعا الاجواء كتير برد، يعني حرفيا هذا الاوتفيت كتير شتوي بس كتير مناسب اذا لبسته حتى بسلطنة عمان، يعني عادي الاجواء بهي الفترة صاير كتير برد. يس، هيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم وحبيتوه. اذا حبيتوا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد بينزل على قناتي. انا كتير بحبكم، ما تنسوني انه انا كتير، ليش حسيت حالي حموت؟ اوكي جايز، انا كتير بحبكم وبس والله انا بحبكم كتير. باي باي. مرحبا، معكم روان. كيفكم يا احلى وردات؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تتابعوا فيديو اليوم.